القول إن احتجاجات إيران تظاهرات مفبركة هو طرح سياسي مثير للجدل، وليس حقيقة متفقا عليها. الصورة العامة أعقد من ذلك، ويمكن تلخيصها كالتالي: رواية السلطات الإيرانية غالبا ما تصف الاحتجاجات بأنها مدفوعة أو محركة من قوى خارجية، وتؤكد أن جزءا منها يضخم إعلاميا أو يستغل سياسيا. رواية المتظاهرين ومعظم المنظمات الحقوقية ترى أن الاحتجاجات نابعة من أسباب داخلية حقيقية، مثل الأوضاع الاقتصادية، القيود الاجتماعية، قضايا الحريات، أو أحداث مفجرة بعينها، مع الاعتراف بأن أطرافا خارجية قد تحاول الاستفادة إعلاميا لا اختلاقها. الواقع العملي: من النادر أن تكون احتجاجات واسعة وممتدة مفبركة بالكامل. عادة يكون هناك سخط داخلي حقيقي، وفي الوقت نفسه قد يحدث توظيف إعلامي أو سياسي من أطراف مختلفة داخلية وخارجية. بعبارة مختصرة، الاحتجاجات في إيران ليست اختراعا من العدم، لكنها أيضا ليست بمعزل عن الصراع السياسي والإعلامي الدولي. إذا رغبت أستطيع تحليل احتجاجات فترة زمنية محددة، مقارنة روايات الإعلام الإيراني والغربي، أو التحقق من حدث معين بمصادر حديثة وموثقة.